مجسم رأس الأسد الحارس المانع للكنز الملكي. تخيل أنك تسير بين الصخور في منطقة جبلية قاسية، الشمس فوق رأسك والرياح تدفع الغبار نحو الوديان، وفجأة تقف أمام صخرة ضخمة، لكنك لا تراها كصخرة عادية، بل ترى شيئا آخر تماما. ترى رأس أسد بارزا من قلب الجبل، كأنه نحت بيد قوة لا ترى، أو بذكاء صانع قديم ترك وراءه رسالة عمرها مئات السنين. الفم، الجبهة، الانحناء، كلها تعطي شكلا لحيوان مهيب لا يخطئه البصر. هذا ليس مجرد شكل طبيعي، إنه مجسم رأس الأسد الحارس، أحد أقوى وأندر الإشارات التي استخدمها الحضارات القديمة لحماية كنوزها الملكية. الأسد ليس رمزا عاديا. عبر التاريخ كان الأسد رمز القوة والهيبة والسلطة، لكن في عالم الإشارات التكنيزية يأخذ معنى آخر، معنى أكثر خطورة وأكثر دقة. فالأسد هنا ليس موجها للكنز فقط، بل هو حارس له، مانع لمن لا يعرف القراءة، ومرشد لمن يفهم الحكمة القديمة. إن وجود رأس أسد في منطقة نائية ليس صدفة، بل إعلان صريح أن المكان مرتبط بشيء ملكي، شيء أراد القدماء أن يحملوه قوة الأسد ليظل بعيدا عن أيدي الغرباء. تفاصيل الرأس هي سر الإشارة. عندما تقترب من المجسم تبدأ التفاصيل بالتحدث. اتجاه الرأس يدل على الطريق أو النقطة الأساسية للعمل. ميلان الرقبة يحدد الانحدار أو المسار المرتبط بالمدخل. الفك أو الفم المفتوح قد يشير إلى فتحة، مغارة أو مجرى صخري قريب. الأذن أو بروزها غالبا ما يدل على نقطة حساسة، صخرة ثابتة، جرن أو علامة ثانوية. شكل العين مهم جدا، لأن العين في الإشارات الملكية تشير إلى الرقابة والحراسة، وكلما كان شكل الرأس واضحا ومقنعا أكثر، كانت الإشارة أصدق، والهدف أقرب، والقيمة أكبر. الأسد الحارس والكنز الملكي. يؤمن الباحثون والمهتمون بتاريخ الدفائن أن الأسد لا يوضع إلا فوق مدخل مقبرة ملكية، سرداب محروس، خزينة قبيلة كبيرة، أو مكان دفن شخصية مهمة. لماذا؟ لأن القدماء كانوا يستخدمون هيبة الأسد لمنع أي أحد من الاقتراب أو محاولة الحفر دون علم بكامل الرموز. فالأسد الحارس ليس مجرد رمز، بل نظام إنذار صامت يقرأه من يعرف ويتجاهله من لا يفهم. رحلة البحث. عندما يقودك الأسد، تخيل نفسك تقف أمام هذا الرأس الضخم، تراقب اتجاهه، تلاحظ كيف ينحني نحو الجهة المقابلة. ترى الخطوط الطبيعية، لكنها تبدو وكأنها مرسومة بقصد. تلتف حول الصخرة، تبحث عن شق بطول 20 إلى 50 سنتيمتر، جرن صغير أو بيضاوي، صخرة مكسورة لكنها ثابتة، أو انحدار يقود نحو فتحة مطمورة. وفي لحظة ترى شيئا غريبا، صخرة تحت رأس الأسد، لا تشبه باقي الصخور، وكأنها مسنودة، ليست ثابتة مع الجبل. تقترب منها، ترفع التراب قليلا، وتكتشف الفراغ تحتها. هنا تشعر بقشعريرة.
هنا تبدأ القصة الحقيقية. الأسد، الحارس الذي لا يبتعد. يبقى مجسم رأس الأسد أحد أقوى الإشارات على الإطلاق. لا يتكرر كثيراً ولا يأتي في مكان دون قيمة. إنه إعلال صامت يقول لك هناك شيء ثمين هنا، ولكن عليك أن تفهم لغتي أولاً. وهذه اللغة هي لغة القدماء، لغة الرموز، لغة الحراسة الملكية.